السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة، صباحكم ويومكم كله خير وبركة ان شاء الله. حبايب قلبي، انا هبدأ النهاردة الروتين معاكم، وهنبدأ نغسل شوية الطباق الصغيرين دول، وبعد كده هندخل على الفيديو. عاملة لكم حاجة حلوة او فيديو جميل جدا. عايزة منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله إشعار بكل فيديو جديد بننزله. يلا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول، ونبدأ يومنا بالاستغفار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الخلق وشفيعي يوم الدين، حبيبي يا رسول الله. استغفر الله العظيم وأتوب إليه عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حبايب قلبي، لما بنبدأ كده يومنا بالاستغفار والصلاة على الرسول، اليوم كله ربنا بيبارك لنا فيه ويبقى كله يوم خير وبركة إن شاء الله. هنغسل مع بعض شوية الطباق دولت، وبعد كده هندخل على الفيديو. عامله لكم فيديو حلو جامد جدا جدا جدا، هيعجبكم ان شاء الله. بس طالبه منكم طلب، كل اللي يشوف الفيديو يجري على طول على زرار اللايك علشان يضغط لي احلى لايك. عايزه الفيديو النهارده يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وعايزه نسبه الاشتراكات على وشكم الحلو دون تزيد النهارده. بصوا بقى، نغسل بقيه المعالق كده والحاجات دي، وبعد كده هندخل على الفيديو على طول. يلا انتي كمان قومي تشجعي كده واعملي روتين. انا عن نفسي بتشجع وبتقوى بيكو، ولما بكون هعمل روتين بدل ما كنت بفكر في حاجة واحدة، لا بعمل كذا حاجة لاني بتشجع معاكم وانا قدام الكاميرا. اتمنى انتوا كمان وانتوا بتتفرجوا عليا كده بتتشجعوا، وبعد كده بتقوموا تعملوا روتين زي اللي انا بعمله بالظبط. كلنا بنشجع بعض وكلنا بنتقوى بعض. ربنا يا رب يدينا الصحة والعافية ويقوينا على المحنة اللي احنا فيها. خلاص كده خلصنا شوية الطباق اللي كانوا عندنا، وما كانوا حاجات بسيطة بس كده فايدة من العشاء من امبارح. وهنبدأ بقى ندخل على الفيديو وهنشوف الفيديو. اتمنى ان انت تشوفي الفيديو للاخر خالص، ما تتفرجيش على مشهد كده او مقطع وتجري وتحولي من على الفيديو. ان شاء الله هيعجبك ان شاء الله بإذن الله. بصوا بقى، النهاردة معايا حاجة حلوة قمر عسل كده، جات لي هدية من حبيب قلبي. بصوا، دي سمنة اسمها نورلاند، جميلة جدا. فدي هدية. بصوا اهي، جات لي هدية من اخويا وحبيبي، ربنا يخليه ليا يا رب ويخليه لينا كلنا. ويعيش ويجيب ويعيش ويهادي. احلى هدية، حاجة جميلة جدا. بصوا، وحاجة قمر. بصوا السمنة دي احنا اول مرة، انا بالنسبة لي وعن نفسي انا اول مرة اجربها، بس قلت هعملها معاكم علشان لو طلعت كويسة انتوا كمان تجيبوا منها. هو والله صدقوني هو مش اعلان، بس انا قررت ان انا افتحها معاكم واجربها معاكم. انا اكلت منها حتة طعمها تحفة. بصوا من قبل ما تتقدح جميلة جدا، وريحتها بصوا عايزة اقول لكم قلبت الشقة كلها لما اتقدحت. طعمها تحفة، جميلة جدا جدا. بصوا انا هقطعها دلوقتي عشان احطها كده في الحله تتقدح. لقيت المكان مش مساعي ان انا احط الحله واحط الزبده، فانا هبدا دلوقتي بقى كده اقطعها بالسكينه وهحطها في الحله علشان اقدحها. عايزه اقول لكم طعمها تحفه، جميل جدا جدا جدا. هي بس ماسكه في الكيس كده، فانا هسلكها كويس وبعد كده اقوم حطها في الحله. اهي بصوا تبقى بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم حاجه قمر جدا، جميله قوي، تحفه. وصدقوني هو مش اعلان، بس انا لما لقيتها نتيجتها هايله وكويسه، فقررت ان انا اعملها معاكم في فيديو وانزلها لكم.
جميلة جدا جدا جدا، طعمها تحفة من قبل ما تتقدح. فما بالكم بقى بعد ما اتقدحت ريحتها قلب الشقة كلها تحفة، جميلة جدا، حاجة كده بخيرها. بصوا اهي، انا مش هقدحها كلها، انا هسيب جزء بس كده اهو، هقدح دول وهسيب الجزء ده في الفريزر هقدحه في مرة تانية. هشيلها بقى في الفريزر، هربطها كويس جدا وهقفل عليها، وبعد كده هشيلها في الفريزر وهنتبه بقى ايه للي انا هقدحها. بصوا جميلة قوي، جميلة جدا، من كتر جمالها كل شوية اخد حتة وادوقها، جميلة، بقولكوا خطيرة، صدقوني تحفة، جميلة جدا جدا جدا. بصوا انا هنا هقدحها، اول ما هحطها على نار عالية لحد لما تسيح خالص، وبعد كده هدي عليها النار واخليها وسط، وهسيبها بقى تتقدح مع نفسها. طبعا انتوا هتشوفوا الخطوات دي معايا دلوقتي خطوة خطوة. بصوا هنا اول ما حطيتها كنت حطها على نار عالية، بدأت بعد كده اهدي النار عليها علشان تتقدح كويس جدا. بصوا هتبقى بالشكل ده كده، هتفضل تقلب 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 لحد لما تفصل. تعالوا بقى معايا وهي على النار كده ومهديه عليها النار، هنعمل حاجة حلوة قوي اللي هي حاجات شتوية. هنعمل ايه؟ هعمل هنا بليلة، معايا هنا قمح مبشور كده، ومعايا كمان ترمس، حاجات بقى كده لزوم الشتاء والدفى، وانتوا عارفين بقى الشتاء بيحب الحاجات دي. هبدأ دلوقتي اجيب القمح دوت اغسله كويس جدا، وكمان الترمس هغسله كويس جدا، واحطهم في حلة وارفعهم على النار. هرفعهم على النار لحد ما يغلوا غلوة والتانية، وبعد كده هقوم طفي عليهم النار، بحيث ان انا لما اطفي عليهم النار ال ال القمح يفشر كده، وبعدين الترمس كمان. بص انا كده قايده عليهم النار بس لسه ما غلوش، اول ما يغلوا هقوم مطفيه عليهم النار وهسيبهم من ساعتين لثلاث ساعات، عقبال ما تروقي الشقه وتنزلي السوق بتاعك وترجعي تعملي حاجتك، هتبص تلاقيهم ايه، القمح فشر كده وبقى كبير يعني، وكمان الترمس آه شرب الميه بتاعته وبقى كويس. هرجع بعد كده هصفيهم بقى من الميه، وهقيد عليهم واحط لهم ميه نضيفه واقيد عليهم تاني. تمام. هتبقى بالشكل ده كده. هنا بصوا غلت ازاي. انا بقى في اللحظه دي وفي المرحله دي هطفي النار وهغطيهم بالغطا وهسيبهم. انا عن نفسي سبت كل دوت وخرجت، بس استنيت لما السمنه اتقدحت وخلصتها، وبعد كده رحت ايه مشواري. هنا بصوا بتبدأ هي ايه، الدخنة عملت على الكاميرا، بتبدأ كده تغلي وتتقدح. بصوا شايفين اللي في الجناب دي المورطة بتاعتها، طالما بدأت تفرق كده يبقى هي خلاص قربت، ان هي بشاور لكم بقول لكم بصوا المورطة اهي، يبقى هي كده خلاص قربت تتقدح. انا كل دوت مخليه النار وسط، مش مخليها زي الشمعة، لا وسط، ولا هي عالية قوي ولا واطية قوي، وسط. بصوا بتفرق ازاي. هتبدأ بقى تعمل كده لحد لما تفصل خالص، وتخلي المورتة لوحدها والسمنة لوحدها. طبعا من وقت للتاني لازم تكوني متابعاها. خلصت هنا وفرقت، وبعد كده رحت حطاها في البرطمانات، وهنا المورتة بتاعتي اهي، وعبيتها كده لما بردت في البرطمانات، عملت الكمية العسل القمر دي، حاجة جميلة جدا. ودي بقى حبايب قلبي هتبقى من تحضيرات شهر رمضان الكريم ان شاء الله.
واحنا طبعا عملنا قبل كده فيديو برضو لتحضيرات رمضان، ولسه هنكمل برضو سلسلة تحضيرات شهر رمضان الكريم. ورجعت تاني لقيت القمح بتاعي فشر بالشكل ده كده اهو، بقى بالشكل ده. والترمس بتاعي كمان بقى كويس. هبدأ بقى ايد عليهم النار تاني، بس هصفيهم من المية دي وهرجع احط لهم مية نضيفة تاني من الفلتر، وهقيد عليهم النار عشان يكملوا السوا بتاعهم معايا. وخلاص كده القمح بتاعي خلص، عملت البليلة بتاعتي وكمان الترمس استوى وحطيت له الملح بتاعه. وادي السمنة بتاعتي اهي جميلة. بصوا عشان بس الدنيا ساقعة مسكت كده وبقت جامدة. بصوا القمح البليلة بتاعتي خلاص خلصت اهيت وبقت قمر وعسل. وادي كمية السمنة بتاعتي. بصوا هوريكم دلوقتي ان هي مرملة وجميلة جدا. بصوا اهي، شايفين؟ جميلة جدا، ريحتها تحفة، ريحتها وطعمها جميل جدا. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا إشعار بكل فيديو جديد بينزله. اللايك يا حبايب قلبي، اللايك بيدعم الفيديو بيوصله لأكبر عدد من المشاهدين. أتمنى يوم النهاردة والروتين النهاردة يكون عجبكم. أستودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.